على الراديو، راديو دوغما 3.10. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دوغما، أهلا بحضراتكم معايا النهاردة في صلوة كده بيقولها الأب الكاهن سرا في ختام رفع البخور، سواء عشية أو رفع بخور باكر. يقول كده: نعم يا رب الذي أعطانا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو، اسحق رؤوسه تحت أقدامنا سريعا، وبدد عنا كل معقولاته الشريرة المقاومة لنا. بدد عنا كل معقولاته الشريرة المقاومة لنا، لأنك أنت هو ملكنا أيها المسيح إلهنا. إيه حكاية المعقولات الشريرة؟ خلال سنين خدمتي في الكهنوت كانت تنكشف أمامي بطبيعة الحال حيل إبليس الخبيثة التي يسقط بها البشر. في جلسات الاعتراف والإرشاد وحل المشاكل الأسرية ومشاكل الورث وإلى آخره، لاحظت أن أعظم سلاح يستخدمه إبليس، والذي مهما تنوعت وتغيرت حيله تظل هذه الحيلة هي الأهم والأكثر فاعلية على مر العصور، وهي حيلة المعقولات الشريرة. أوضح لك قصدي إيه. إبليس بارع في أن يصور أمامك اللا معقولات كأنها معقولات، وحتى بعد أن ترفض كلامه لأنه غير معقول روحيا وما يصحش يتعمل، يخليك تعيد التفكير مرة واثنين وثلاثة لغاية ما تبدأ تقول لنفسك: طب ليه لأ؟ نقول للفتاة: البنت حسب العلاقة دي ممكن توصلك تسيب المسيح. تضحك وتقول: مش معقول يا جماعة، مش هيحصل. وشهر في التاني ويحصل. واحد متجوز مرة أقنع واحدة متجوزة تانية في علاقة شريرة بينهم إن علاقته الشريرة بيها ده جواز قدام ربنا. وقف كده قدامها وقال: أنا أعلن أمام الله إنك مراتي. وبعد ما كان ده مش معقول بالنسبة لهذه السيدة، بقي معقول وقبلته واتضحك عليها. اللي بيسرق وبيغلي الحاجات فترة الاحتياج ليها زي الأدوية، وأيام كورونا كان في احتياج للكحول والكمامات، إبليس اداله معقولات شريرة إن كله عمل كده، وده طبيعي، ودي تجارة. والتجارة إيه؟ التجارة شطارة، وإنت ما أجبرتش حد يشتري منك. واحد يقول لك: أنا شاب وعندي غريزة وما ينفعش أكبتها، وربنا أكيد هيسامحني لأن ده غصب عني. أنا محتاج ومش لاقي أأكل عيالي، ولما أكذب وأخدع وأرتشي أكيد ربنا هيسامحني، ما هو شايف الظروف. الكلام وإدانة الناس مش غلط، دي حرية، حرية شخصية، حرية تعبير، ومقاومة للفساد وإصلاح للأخطاء. الحقيقة كل دي معقولات شريرة إبليس بيحاول يقنعنا بيها علشان نعمل الخطية. حل المشكلة دي بسيط خالص: ارجع لوصايا ربنا وأوامره المحيية، ونفذ اللي هو قايله بدون فلسفة، بدون استثناءات، انت اللي مخترعها. طبعا مش سهل الكلام ده وهنتعب شوية، لكن الكتاب قال لنا كده في أعمال 14-22: بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. أبونا بيصلي صلاة سرية في رفع بخور باكر وعشية علشان يصلي من أجلنا ويقول: بدد عنا كل معقولاته الشريرة. ربنا يكون معاكم. مش تخاريف كاهن. إلى أن ألقاكم مرة أخرى، دمتم في رعاية المسيح وحفظه وعنايته. له كل مجد وإكرام من الآن إلى الأبد، آمين.